السلام عليكم. هسه الدجاجة طلعتها، طبعا يعني اريد اسويها اليوم بعد ما بقت يوم كامل بالثلاجة. هسه الدجاجة جاهزة، طلعتها نشفتها بكلينس من التتبيلة مالتها ودهنتها بزيت زيتون. دهنت بطنها، السطح الخارجي مالتها، جوا الجلد مالتها هم دهنت. انتو يمكن ان يعني الشخص يقدر ان يستعمل الزبد مكان زيت الزيتون اذا واحد ما يحب زيت الزيتون، فهم شي عادي يعني حسب الرغبة، بس يشيل الجلد وتدخل زيت زيتون الزبدة داخل الجلد على مود تبقى طرية، ما تصير يابسة ومو طيبة وتحترق بسرعة. ادخل داخل الجلد، يعني اوصلها لقمة الصدر مالت الدجاجة، أفخاذها كذلك حتى داخل بطنها، مجرد مسحة خفيفة بالزبدة. اليوم أنا حستعمل هذا البطل، طريقة جديدة للشوي. طبعا البطل حمليه بالمي، المي ما عملي كله يعني بالكامل، لا شوي اخليه فد شوية فراغ، يعني ما مملي بالمي. طبعا حستعمل بهارات، حخلي فلفل اسود طبعا بدون طحن، فلفل اسود حستعمل هنا بسمار او قرنفل، واستعمل هيل بدون طحن، يعني كاملات ما مطحونات. خليهم بالمي. ليش اخليهم بالمي؟ على مود المي من يتبخر راح يدخل بالدجاجة طعم كلش طيب مال بهارات، فينطيها نكهة كلش طيبة من الداخل، اضافة الى التتبيلة مالتها. بس خلينا المكونات. حطيت الدجاجة مثل ما تشوفوها على البطل قاعدة هي كاملة تتبيلتها وزيت زيتون ما ننسى اهم شي، وندخلها للفرن. الفرن راح نحكي على الفرن. انا استعمل الفرن ابو المروحة. الفرن ابو المروحة اخليه على درجة حرارة 175 بالبداية، بعدين اوطي النار عليها. بالنسبة للأفران اللي ما عندهم أبو المروحة يخلوه يعني عادي يشغلوه من فوق ومن جوا، بس درجة واطئة كلش، تقريبا 100 درجة مئوية، يعني كلش هادئة لين يحترق بسرعة إذا مو مروحة. هسه هاي الدجاجة اني حدخلها للفرن. اني منزلت لكم صورة على الفيديو، هسه حتشوفوها. اخليها على راحتها وبعدين اعلي اوطي النار بالبداية 175 وبعدين على 150. هذه الدجاجة بعد ما كملت تقريبا ساعة اخذت من الوقت، تشوفوها محمرة. طبعا ذبت هذه السوائل. هاي السوائل انا ما استعملها. اذا واحد يقدر مثلا يخلي خضروات فيقدر يستعمل المي، بس انا ما استعملها. هذه هي التحمير مالتها. تقدرون تزيدون التحمير اذا واحد يعجبه بعد لون، او انا هيك عجبني اليوم هيك سويتها. ان شاء الله عجبتكم، وتابعوني بطبخات جديدة، والف عافية. للتزيين استعمل السماق، رشيت على الدجاج وليمون، والف عافية.